طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني الطيور مقبله عليها وبتاكلها كويس جدا اهيت. فده حاجه بتطمنا يعني باذن الله. طبعا هي البروتين بتاعها زي ما قلنا اعلى من بروتين الذره، لان الذره بروتينه 8% زي ما الناس عارفه، لكن دي بروتينها 12%. بالاضافه كمان ان سعرها اقل من سعر الذره، بتوفر 50%. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعين قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب، اهلا وسهلا بكم. احنا هنتكلم مع بعض النهارده عن بديل للذره الصفراء في العاليه بتاعه الدواجن. طب البديل ده ايه مميزاته؟ عشان بس نتكلم. اول حاجه كده هو البروتين بتاعه 12%، وكلنا عارفين ان الذره البروتين بتاعه 8%، يعني الذره فيه بروتين 8%. هنا يبقى هنا اعلى من الذره في البروتين. تاني حاجه سعره، وده كل الناس بتدور عليه دلوقتي بسبب ارتفاع الاسعار. سعره تقريبا الطن بتاعه من 8000 ل 10000. لكن الذره زي ما انتم عارفين اقل حاجه دلوقتي في السوق، طبعا بعد نزول الاسعار اللي حاصل ده دلوقتي، من 16 ل 18، حسب بقى جوده الذره او حسب المكان بتاعه، ذره كويس ولا ذره مش كويس. فكده يبقى السعر اولا يبقى بروتينه 12 ودوكا بروتينه 8 اللي هو الذره. طب كمان سعره يعتبر نص سعر الذره. فبالتالي يعني نقول مثلا لو الذره 16 يبقى هو 8 جنيه. معنى كده ان هو لو عملناه او استبدلناه مكان الذره واشتغلنا بيه ويجيب معانا النتائج اللي هو بيجيبها، باذن الله يجيب نتائج كويسه. فبالتالي احنا كده هنوفر تقريبا 50% من تكاليف العلف. يعني احنا لو احنا عندنا العلف دلوقتي الكيلو مثلا ب 20، لو احنا استخدمنا البديل ده مكان الذره تقريبا هيبقى الكيلو واقف ب 10 جنيه في العلف. يعني لو احنا حسبناها كده او حسب ما هيكون يعني، او زي ما احنا هنتكلم مع بعض. طب البديل ده في ناس اشتغلت عليه. احنا كنا في 2009 كنا في دكتور عامل بحث عن الموضوع ده، ان هو يستبدل البديل ده مكان الذره. كنا شغالين معاه، كنا احنا اللي بنعمل خلطات وبنجهزها وبناكل الفراخ وبنشوف النتيجه. وحاولت ادور على البحث عشان اعرف يعني النتائج مظبوطه يعني، او نقول لكم البحث وصل لايه. بس اللي احنا من التجارب او من اللي احنا فاكرينه يعني من التجربه، ان كان معامل التحويل مع الذره اعلى من معامل التحويل بتاع البديل اللي احنا جايبينه ده بحاجات بسيطه، يعني الفروقات مش كتيره. طب البديل اللي عندنا بقى ده ايه؟ عشان خاطر بس ما نطولش عليكم زي ما بيقولوا، البديل ده هو القمح. طب احنا هنستخدم الغله مكان الذره. ايوه، في ناس استخدمت الغله مكان الذره، وكمان مع الدواجن البيضه، يعني مع الفراخ البيضه، وبتجيب نتائج كويسه. طيب الكلام ده بالنسبه للفراخ البيضه. طبعا لو احنا بقى استخدمناها مع التربيه اللي في البيت، سواء كان بط او فراخ بلدي او الكلام ده كله، بالتاكيد هتعمل نتائج كويسه. وكمان احنا كمان لو قدرت تجيب، لان في بعض انواع الغله ما بتنفعش الاستهلاك الادمي، فانت لو جبتها دي بتبقى سعرها قليل وتقدر تشتغل عليها وتعمل معاك نتائج كويسه زي ما هنشوف. بس هي بقى لها طريقتين اتنين في الاستخدام. او قبل ما نقول الكلام ده، في معلومه لازم برضه نقولها لحضراتكم. هي لو استخدمت بتستخدم بنسبه 25% من العليقه بالنسبه لاعلاف الدواجن، بتستخدم بنسبه كام؟ 25%. لو استخدمتها باكتر من كده بتضطر انك بيضيفوا بعض الاضافات اللي هي بتساعد على هضمها بالنسبه للدواجن، او بتسهل من عمليه الهضم بالنسبه لها. طيب بالنسبه بقى للتربيات اللي في البيت، احنا هنشتغل عليها بطريقتين اتنين. اول طريقه اللي احنا ممكن ننقعها قبلها ب 24 ساعه في الميه، ونبتدي نقدمها للطيور زي اي اكل، وبنلفها طبعا بالفول بقى. طبعا لو متوفر فول بلدي زي ما احنا هنوريكم دلوقتي ماشي، ما كانش ممكن تجيب، قصدي لو متوفر الفول الصويا بتجيبه، ما كانش بتشتغل على الفول البلدي زيها زي الخلطات اللي احنا بنعملها. واحنا دلوقتي هنوريكم الطريقتين الاتنين اللي هم بيتعمل بيهم، وهنشوف الطيور بتاكلها باذن الله. وهي حاجه كويسه يعني. اولا احنا زي ما قلنا مع بعضنا، هي مفيده جدا بالنسبه ان بروتينها اعلى 12%، وكمان بالاضافه كمان ان سعرها يعتبر اقل بالنسبه كتير للذره، حتى لو احنا هنستخدمها في الايام اللي جايه ديت لغايه بس ما ربنا يفرجها في موضوع الازمه بتاعت الاعلاف اللي موجوده والكلام ده كله. وباذن الله بديل كويس، وزي ما احنا قلنا سعره كويس وكمان بروتينه عالي جدا، وده حاجه مفيده جدا بالنسبه للطيور، وباذن الله تعمل معاكم نتائج كويسه زي ما هنوريكم. طبعا احنا جايبين بقى الشغل بتاعنا عشان نوريكم. دي طبعا الغله اللي احنا نقعينها اهيت ماشي. طبعا احنا حطينا بالميه بتاعتها، هي منقوعه بالميه بتاعتها زي ما هي. هننشفها بقى ونلفها بايه؟ هنلفها بالفول اللي هو الفول البلدي، لان طبعا انا ما عرفناش نوفر فول صويا يعني. طبعا احنا بنلفها وبنعملها بالطريقه ديت لو احنا مأخدين الطيور ان احنا ناكلهم من عليها طريه يعني. لو انت عاملها طريه، شوف انت ملفتها بالفول اهي. ولو عندك اي اضافات تاني بقى عاوز تضيفها مفيش مشكله على الخلطه يعني عادي. لو انت عاوز تضيف مثلا عيش وتضيف حاجات معاها مفيش فيها اي مشكله، هي حاجه نظيفه وكويسه. وطبعا كمان بالنسبه في ناس تقول لك طب هي نسبتها قد ايه؟ طبعا هي بروتينها اعلى من بروتين الذره،
فبالتالي انت لو ضفتها زي ما احنا كنا قبل كده في خلطات في فيديوهات قبل كده، ان احنا بنضيفها بنسبه 3 ل1، يعني 3 كيلو دش ليهم كيلو فول بلدي، او مثلا كيلو فول صويا زي ما احنا كنا بنتكلم. فهي نفس القصه، بل هي ان كمان بروتينها اعلى من الذره. فانت لو خليت النسبه اعلى من كده هتقبل معاك، يعني مفيش اي مشكله. فانت برضو خليها زيها زي الذره، 3 كيلو غله ليهم كيلو فول بلدي، وقلبهم وباذن الله يجيبوا معاك نتائج كويسه. طبعا انا بنقلب لكم دي اهي كده، هي الغله اهي اتقلبت كلها ايه في الفول اللي موجود. دي طريقه من الطرق، لو انت معود الطيور اللي عندك ان انت بتاكلها الاكل مبسوس، بتبل له ميه زي ما احنا قلنا قبل كده، وفي فيديوهات موجوده على القناه بتتكلم عن الموضوع ده اهو. انت بتاكلها زي ما انت شايفها كده. حاول تقرب علينا بالزوم معلش. هي زي ما انتم شايفينها كلها خلاص، هي دي كده كلها، وهتاكلها للطيور مفيش مشكله. وزي ما قلنا لو احنا عرفنا نجيب الغله اللي هي ما بتنفعش الاستهلاك الادمي، هتوفر معاك كتير جدا وهتفيدك كمان. وممكن برضو نفس القصه، لو انت عاوز تلف ده هتجيب الفول والغله ونقلبهم مع بعض ناشفين زي ما هنوريكم دلوقتي. معلش بقى ايه، طبعا الناس هتعرف تقلبها ناشفه ازاي زي ما احنا عملنا قبل كده في الفيديوهات، يعني عادي مش قصه، بس برضو هنوريها لكم يعني. اهي انا بقلب كله على بعض اهو، بس هي الافضل، انا افضل ان هي تكون مبلوله طبعا يعني، وبننضف العلافات اول باول زي ما قلنا قبل كده، بحيث ان هو ايه يعني الفول والغله يبقوا مع بعض. عشان بص هوريكم دلوقتي بعد ما نقلبها، إن بس عشان خاطر احنا جايبين الحاجه اللي احنا جايبينها حاجه صغيره. بص اهو والفول مع الغله اهو، بس هو هنا يعني ايه هتحسوا ان الغله لوحدها باينه والفول لوحده، غير اما احنا نحطهم مع بعض كده بيبقى ايه الفول والغله يعني ايه زي ما يكونوا اختلطوا ببعض كويس. طبعا احنا هنقلب دول بقى، احنا بس وريناهم لكم. وطبعا الموضوع ده ممكن انت تلفه بقى شويه ايه زي الفيديو اللي احنا عاملينه لكم، شويه بطاطا شويه بطاطس وتحطهم عليهم برده مفيش مشكله، وتقلبهم يبقوا كويسين جدا بالنسبه للطيور، وهتعمل معاك نتائج كويسه. طبعا احنا ضفنا كله على بعضه، واحنا ورينا لكم بس بيتقلب ازاي يعني. هنضيف كله بقى على بعضه كده عشان بس الطيور ايه منتظرانا يعني. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت ما شاء الله، يعني اقبال الطيور عليها كويس جدا، والطيور شغاله وبتاكلها. طبعا احنا عارفين ان الغله كده كده زي ما احنا قلنا هي بالنسبه للطيور مش حاجه غريبه، يعني هي تاكلها كويس جدا. وزي نفس الفكره دي كلها هي نفس المخلفات بتاعه البسكوت بقى، ومخلفات المكرونه ومخلفات المطاعم والحاجات دي كلها، هي نفس الفكره ان الطيور كلها بتاكل الحاجات دي كلها. ليه؟ لانها متعوده عليها. انت لو عندك جبت دلوقتي حد مثلا جنبه مصنع بسكويت ويقدر يجيب المخلفات بتاعه البسكوت الحاجات دي كلها ويشتغل عليها، هي نفس الفكره، بتاخد وبتخلط الحاجه. اهم حاجه تحط لها مصدر للبروتين اضافه معاها، يا فول بلدي يا اما فول صويا. طبعا بالنسبه للطيور اللي في البيت دي كويسه جدا، ونتائجها هتبقى كويسه معاهم باذن الله. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم الغله بروتينها اعلى من بروتين الذره، فده في شيء مفيد جدا بالنسبه للدواجن والطيور عموما. لو بالنسبه يعني للطيور كلها، وبالنسبه للفراخ البيضاء اللي احنا اشتغلنا عليها مفيش اي مشكله. ويمكن ان احنا نستبدل الغله مكان الذره بشكل كلي، بس بتحتاج ان انت تضيف لها بعض الاحماض الامينيه والفيتامينات اللي هي بتساعد في او بتسهل من عمليه الهضم بتاعها. بتضيف لها بعض الحاجات اللي هي بتساعد في عمليه الهضم بتاعها بالنسبه للدواجن، بالاضافه كمان ان هي سعرها كمان قليل. يبقى احنا كده وفرنا من ناحيه السعر، بالاضافه ان بروتين كويس، وباذن الله تعمل معانا نتائج كويسه بالنسبه للطيور. ولو عجبنا الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.